إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله جل وعلا في سورة النحل: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الآية المباركة وهي في سورة النحل، وسورة النحل مكية، نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وتسمى سورة النعم، لأن الله تعالى ذكر فيها كثيرا من نعمه على عباده، فذكر نعمة الأنعام ونعمة اللباس، ومن أجل النعم التي ذكرها هذه النعمة إنزال الكتاب. ولذلك حمد الله جل وعلا نفسه على إنزال الكتاب، مما يدل على أنها نعمة عظيمة تستوجب الحمد والشكر. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فحمد نفسه جل وعلا على إنزال الكتاب، مما يدل على أنها نعمة عظيمة، وأن العباد ينبغي أن يشكروه جل جلاله. ثم قال في آية النحل خطابا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فسمى الله جل وعلا كتابه، وإن شئت وصف الله جل وعلا كتابه في هذه الآية بأربع صفات. الصفة الأولى تبيانا، والصفة الثانية هدى، والصفة الثالثة رحمة، والصفة الرابعة بشرى. ومن عناية علمائنا بالقرآن الكريم أن الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله عد أسماء القرآن في القرآن، عد أوصاف القرآن في القرآن، فتجاوزت أو كانت نحوا من 55 اسما.
منها هذا تبيانا لكل شيء، هدى، رحمة، بشرى للمسلمين. والذي نلفت الأنظار إليه وننبه المسلمين عليه أنه يجب أن يعتقدوا هذه العقيدة، أن كتاب الله فيه ما نحتاجه في ديننا ودنيانا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسره وتبينه وتزيد عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. لماذا هذا التنبيه؟ لأنني أرى أيها المسلمون محاولات كثيرة ومقالات تكتب وندوات تعقد ومفكرين ينظرون يريدون أن يدسوا للمسلمين فكرة خطيرة قبيحة سيئة. هذه الفكرة هي أن القرآن والسنة لا يكفيان لعلاج أزمات المسلمين، وأنت في أيام الحوار وأنت في أيام الندوات والساسة يتكلمون وينظرون، والصحف يوميا تصدر بمقالات كثيرات يريدون يريد جماعة من الكتاب والمفكرين والمنظرين أن يشككوا المسلمين في أهلية القرآن الكريم والسنة النبوية في حل مشاكل المسلمين. تصبح أنت المسلم عندك ظن وشك وفكرة أن القرآن لا يكفي. إذن ما هو البديل؟ إن شككت في ذلك وسألت عن البديل قالوا لك نحن لنا 7 محاور أو 8 محاور أو 9 برامج فيها خروج من أزمات مجتمعاتنا. اسمع إلى كلام الله أيها المسلم: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ماذا بقي؟ وعلماء أصول الفقه يقررون أن كل هذه من صيغ العموم. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبعض الجهلة الأغمار في بعض الأزمنة والأمصار أراد أن يسخر من هذه الكلية فقال: تزعمون أن كتاب الله فيه بيان كل شيء؟ قيل: نعم. قال: نريدكم أن تذكروا لنا من القرآن كم في جوال الدقيق أو كم ينتج جوال الدقيق من الخبز. انتوا يا مسلمين مش قلتوا أي حاجة في القرآن فيه؟ ورونا شوال الدقيق فوق كم عيش. هذا السؤال يصدر عن عقل دقيق، عقله نفسه دقيق تذروه الرياح. فقال له بعض الموفقين: الأمر سهل، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نسأل خبازا كم في هذا الجوال من عدد الأرغفة فيخبرنا، وكتاب الله دلنا على ذلك. هذه سخرية. وتأمل معي إلى أمر خطير، تنبه أن بعض الأفكار الملحدة التي ربما سلخت المسلم عن دينه تخرج في ثوب السخرية والضحك والنكتة والكاريكاتير. ما تتصور أن الأمر بهذه البساطة، لا، هؤلاء يخططون لإضعاف الولاء لهذا الدين، لتشكيك المسلمين في دين ربهم عز وجل. والله يقول: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما هي الأزمات التي تتكلمون عنها؟ أزمة غلاء الأسعار. غلت الأسعار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الصحابة وقال: يا رسول الله، غلت الأسعار، فلو سعرت لنا، يعني جعلت للسلع أسعارا. فقال: المسعر الله عز وجل، دعوا الخلق ينفع بعضهم بعضا. غلاء في عهد النبي، نعم، حتى لا تسيء الظن بنفسك أكثر من اللازم، ولا تسيء الظن بدينك فتخرج عنه. في عهد النبي حصل غلاء وحصل جدب. قلة الموارد المائية أزمة، علاجها في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قلة السلع والندرة. اسمع: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وعد الله، هذا وعد الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن محاصرون. أزمة الحصار مر على المسلمين مثلها. حوصر سيد الخلق رسول الله في شعب بني هاشم سنوات، بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. حوصر هو والمسلمون ومن تعاطف معه من بني هاشم كأبي طالب وغيره. حوصروا حتى أكل الناس الجلود من الجوع. يقول سعد رضي الله عنه يحكي عن هذه الأيام، يقول: خرجت يوما لأقضي حاجتي فأحسست تحت قدمي شيئا فتحسسته فإذا هو جلد بعير يابس، فأخذته وغسلته ودققته وأكلته. المسلمين اللي عايزين بيفترضوا إنه عشان نكون مع الإسلام والقرآن والسنة مفروض يكوننا مرتاحين شوية، نرتاح شوية. هؤلاء جهلة لا يعرفون الله. من أنت
بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أجعت في الله وما يجوع أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. يوم كان الناس في شبع كان جائعا، ويوم كان الناس في أمن خوف صلى الله عليه وسلم من أجل الله. اسمع إلى ما قاله خالد رضي الله عنه لتعرف أن معرفة الله جل وعلا تغير المقاييس عند أهل الإيمان. قال خالد: والله ما من ليلة تزف إلي فيها عروس حسناء وأرزق فيها بغلام جميل بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الصقيع أصبح فيها أعداء الله أخوفهم ويخوفوني. لا ينبغي أن نفترض أيها المسلمون أننا طالما نصلي ونصوم. بعض الناس يصرح بهذا: أنا مستغرب. يقول لك: أنا مستغرب، بصلي وبصوم والأمور ما ماشية كويس. ما معنى هذا التساؤل؟ ما معنى هذا التساؤل؟ معناه ينبغي ويلزم مولانا وربنا أن يحسن أوضاعي، وهذا جهل بالله، جهل بالله عظيم. وما بكم من نعمة فمن الله. المسلمون إذا تعلموا دين الله، تعلموا كتاب الله وسنة رسوله، أسسوا علاقة مع ربهم، مع نبيهم، مع قرآنهم على هدى وبصيرة. كتاب الله فيه بيان للعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والحكم الراشد، وفيه كل أسباب السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. افهم هذا يا مسلم ولا تشك فيه لحظة. ما نحتاجه موجود في هذا الكنز العظيم، لا تفنى عجائبه، لا يخلق عن كثرة الرد. من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، فصل ليس بالهزل. كتاب الله الهدى والنور. المسلمون ينبغي أن يجددوا الصلة بالقرآن، أن يجددوا التصورات، أن يجددوا المعرفة بالقرآن. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أصول هذه الأمور في القرآن، وبعد ذلك تأتي السنة، ويأتي كلام الصحابة، ويأتي نظر الفقهاء. ولذلك عرف في ديننا في كتب الأحكام والفقه عرفت مسائل بالنوازل، وألفت مؤلفات فقه النوازل، أمور ما كانت موجودة عند السلف، عند الصحابة. جاء علماء الملة ونظروا في كتاب الله وسنة رسوله وقواعد العلم، وأخرجوا أحكاما جادت بها المجامع الفقهية في هذه الأرض. أطفال الأنابيب، هذه الحادثة النازلة ألفت فيها مؤلفات وبحثت فيها بحوث. أحكام الموت السريري بحثت فيها بحوث. التبرع بالأعضاء البشرية ألفت فيها مؤلفات. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وأتمم علينا فضلك يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
وأصلي وأسلم على سيد النبيين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، من المهم أن ننبه عباد الله المؤمنين أن من شك في كفاية القرآن والسنة لحاجات المسلمين كفر بالله إجماعا. من شك، من قال أنا أشك في أن القرآن يكفي، أنا أشك في أن السنة تكفي، من قال هذه المقالة نقض إسلامه وضيع إيمانه. قال تعالى في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم؟ فلا بد من معرفة هذه الحقيقة. جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت: أريد حظي في الميراث. الجدة أم الأب. فقال لها الصديق وكذلك أم الأم، قال لها الصديق: لا أجد لك شيئا في كتاب الله. لا أجد. القرآن محفوظ والصديق يعرف ما فيه. لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله. لاحظ إلى الفرق في العبارة. لا أجد، القرآن محفوظ، أما السنة فليست كالقرآن يحفظها الناس في صدورهم، يعني ما كتبت في كتاب جامع، ولذلك قالوا في حدود علمه: لا أعلم لك شيئا. ثم قال: أيها الناس، هل فيكم من يعرف في ميراث الجدة شيء؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال الصديق: هل هنالك من يشهد معه؟ قال محمد بن مسلم الأنصاري: وأنا أشهد. فأمر لها بالسدس إطلاقا. الاقتصاد، علماء المسلمين فقهاء الملة كتبوا مؤلفات في الاقتصاد الإسلامي، وأحرج الغرب بأكاديمياته وأساطينه في العلم، أحرجوا المسلمين المتشككين في دينهم يوم قالوا: لا حل للأزمة العالمية إلا أن تكون قيمة الفائدة صفر. الربا يعني. قالوا حل الأزمة المالية يكون سعر الفائدة صفر. يعني شنو؟ نخلي الربا، نترك الربا. وأيامها سمعنا أن برلمان فرنسا أوصى بعض من فيه بتطبيق النظام الإسلامي لتجاوز الأزمة. لسنا بحاجة إلى شهاداتهم، لكن أليس عيبا أن يقر الأعداء ويتنكر الأولياء القرباء؟ أليس عيبا أن يأتي أولئك إلى معان هي عندنا مقررة مؤصلة، ويتشكك بعض المنتسبين إلى الإسلام في هل يصلح الإسلام للحكم أم لا يصلح؟ هذه قضية. بعض الناس طبعا بيفتكروا دي قضية ما عندها علاقة بالمسجد، يعني قضية يحكمون كيف دي. شيخنا علمنا الصلاة لو تكرمت، الصلاة والوضوء والطهارة والجنابة، بعدين بعد ما نبدأ دي بنتمها انتباهها وآخر لحظة بنجيبها. لا، ليس كذلك يا مسكين.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في آية فأولئك هم الفاسقون، في آية فأولئك هم الظالمون. وقال الله لقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله للأمة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ يبغون يعني يطلبون ويريدون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صحح المفاهيم. حكم الإسلام ملزم، لا ديمقراطية ولا حزبية ولا تعددية، إنما شريعة ربانية، شريعة محمدية، وطريقة سلفية، كما كان أصحاب خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة والأمر عظيم والكرب شديد، فقيل له: كيف تعيد الأمر إلى نصابه وقد طال بك العهد؟ المسائل تفاقمت والقضايا بقت صعبة. فقال جملة قصيرة، قال: أماتوها سنة سنة وأحيوها بدعة بدعة، وسأميتها بدعة بدعة وأحييها سنة سنة. عودة إلى الله ورسوله وإلى الطريق الأول بعد سنتين لم يجد أهل الأموال من يدفعون إليه زكاة أموالهم. ما في فقير ولا مسكين، ما في. فزوج الأيام ورعت الذئاب مع الغنم، الذئب يرعى مع الغنم، مشهد عادي في عهد عمر بن عبد العزيز يرحمه الله. عزنا في ديننا، رفاهيتنا في إيماننا، صلاح دنيانا وأخرانا في التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. كنت في الجمعة الماضية ذكرت لكم أن بعض المصلين معنا شلت قدم أبيه، ودعونا الله جل وعلا وأمن الناس وبشرنا في هذه الجمعة أن الله جل وعلا قد شفى أباه، فلله الحمد والمنة والفضل، أهل الثناء والحمد كلنا له عبد، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأسأل الله العظيم، وكثير من إخواننا أرسل إلينا، بعضهم جدته مريضة وبعض الأعمام مرضى، وكذلك توفي بعض الناس، فنسأل الله العظيم لكل مريض الشفاء والعافية. اللهم اشف المرضى يا رب العالمين، اللهم اشف المرضى يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، عافهم يا ذا العرش العظيم، أذهب علتهم يا مولانا يا كريم، اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا الله يا رب العالمين. واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، اجعل قبورهم من رياض الجنان، وشفع فيهم سيد ولد عدنان، اجعلهم يا ربنا في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، عاملهم وجازهم على الإحسان إحسانا وعلى السيئات عفوا وغفرانا، ولا تدع لنا يا خالقنا ويا بارينا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته. أعزنا وجميع المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان وفي مصر وفي كل بلاد الدنيا رب العالمين، نسألك لهم ولنا عزا بطاعتك وكرما بشريعتك وغنى بفضلك يا واسع الفضل والكرم. انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايات الحق والدين، اكفنا شر الكافرين وكيدهم
يا مولانا يا كريم. وكذلك إخواننا بجماعة أنصار السنة لهم مشروع قديم، سموه مشروع الجسد الواحد، والمقصود منه إغاثة المنكوبين في ولاية الخرطوم وفي غيرها. حضروا اليوم، أحضروا خطاب، ولهم صناديق في المسجد. كذلك نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين كربتهم. هم يطلبون من إخواني الإعانة على هذا المشروع المبارك. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيذنا من معصيته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.